السلام عليكم. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن مشاكل الكعب العالي. الكعب العالي من المشاكل والموضوعات اللي قتلت بحثا، واللي عليها كلام كتير خالص بسبب المشاكل اللي بيسببها على مستوى الجسم. مفيش حد فينا ما مرتش عليه جمله راحه الجسم بتبتدي من القدمين. فتعالوا نعرف مع بعض التركيب التشريحي للقدم. القدم تتكون من 3 حاجات. اول حاجه رزق القدم، ودي عباره عن 7 عظام غير منتظمه. تاني حاجه مشط القدم، ودي عباره عن 5 عظام طويله ورفيعه. واخيرا بتنتهي ب5 اصابع، كل صابع فيه 3 سلميات، ما عدا صابع الاصبع الكبير فيه سلميتين بس. كمان بيوجد تقوس للقدم او كيرف، او ليه اسم تاني وهو الارش. وبيكون فيه تقوس داخلي وهو الميديال ارش، او تقوس خارجي وهو اللاترال ارش. والتقوسات دي مهمه خالص في حركه وميكانيكيه الرجل، بس كلامنا اكتر هيكون عن الميديال ارش. عاوزك تعرف ان التقوس الداخلي او الميديال ارش بيختفي عند الناس اللي عندها القدم المسطحه او الفلات فوت، والفلات فوت ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه. تعالوا نكمل. احنا في مشيتنا الطبيعيه او النورمال جيت، اول حاجه بتلمس الارض هي كعب القدم، ومن ثم المشط، ومن ثم اصابع القدم. فاحنا اول لما نلبس الكعب العالي، الجزء اللي عند كعب القدم هيكون عالي، وجزء الامشاط والاصابع ده هيكون واطي شويه. فاللي بيحصل ان التسلسل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه هيتغير، وهو ان المشط هينزل زياده عن اللزوم عشان يناسب شكل الكعب، فبالتالي هيحصل خلل في حركه وميكانيكيه العظم الموجوده. ده مش كده وبس، بالتتابع هيحصل مشاكل على مستوى العضلات، زي عضلات السمانة بتبتدي تكسر عن طولها الطبيعي وبيحصل لها تايتنس شديد، والمدى الحركي بتاعها بيقل. كمان ده هيسبب التهاب في اللفافة الأخمصية، والتهاب اللفافة الأخمصية اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده بالتفصيل، هسيبه لكم هنا في علامة الأي. ده مش كده وبس، الرجل هتبتدي هتروح في برونيشن، ودي معناها إن الرجل هتهتف لبره، وده على المدى الطويل هيؤدي لحدوث القدم المسطحة أو الفلات فوت. ومن اللحظة دي الألم بيستمر وهيبتدي يطلع لفوق، ويأثر على ميكانيكية العظم والمفاصل اللي بيقابلها في طريقه، لحد ما يوصل ويسمع في الظهر ويسبب له باك بين. ودي ممكن تكون مشكلة مزمنة، وهتروحي تجري على دكاترة كتير وتشخيص وعمليات فحص ممكن تبقى صعبة، ولكن في الآخر هتكتشفي إن السبب تافه، هو إنك بتلبسي كعب عالي لمدة طويلة تتراوح ما بين ال6 و7 سنين. كمان الكعب العالي يؤثر على الثبات أو البالانس، مساحة الثبات قلت بسبب لبس الكعب العالي. وعاوزك تعرفي ان ما دام بيز اوف سبورت او مساحه السطح اللي انت واقفه عليها كبيره، كل ما ده كان افضل، والثبات هيزيد والبالانس اكيد هيزيد. وده على عكس اللي بيحصل في لبس الكعب العالي. ولو قابلتي اي عراقيل في الطريق او الشارع وانت ماشيه، ممكن ده يؤدي لخلل في الاتزان والحركه، وفرصه حدوث الوقوع هتكون طبعا كبيره. كمان لو فرصه الوقوع كانت شديده شويه، ده ممكن يسبب كسور او تمزق في الاربطه، زي اربطه الكاحل، او يحصل انكل سبرين. والانكل سبرين اتكلمنا عليه بشيء من التفصيل في فيديو هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. واخيرا وبكل بساطه، هي دي المشاكل اللي بيسببها لبس الكعب العالي، واستنونا في الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن حل وعلاج مشاكل لبس الكعب العالي. وسلام.